أهلا بكم في تحليل جديد. النهاردة المصادر اللي معانا ليها طابع أكاديمي شوية بس مهم قوي. معانا كتاب من جامعة حلوان اسمه أساسيات الممارسة في الخدمة الاجتماعية مع الجامعات، ومعاه فيديوهين شرح بيبسطوا الدنيا شوية. مهمتنا النهاردة إننا نغوص في مجال خدمة الجماعة ده. هنحاول نفككه، نعرف أصله إيه ومكوناته الأساسية، والأهم من كل ده إزاي ممكن نستخدمه كأداة لحل مشاكل بنشوفها كل يوم حوالينا. بالظبط كده. الهدف مش إننا نلخص كتاب وخلاص، الهدف إننا نفهم الفلسفة اللي وراه. يعني إزاي التجمعات البشرية لو اتوجهت صح ممكن تبقى هي نفسها أداة العلاج والتغيير. هنركز على رحلة الجماعة من أول ما بتتكون لحد ما تنضج، وإزاي دور الأخصائي الاجتماعي بيتغير في كل مرحلة. وفي الآخر هنطبق ده على قضية حساسة جدا زي الهجرة غير الشرعية. عظيم. طيب خلينا نبدأ من الأول خالص. لما بنقول خدمة الجماعة، إيه المقصود بها بالظبط؟ يعني هل هي مجرد نشاط اجتماعي؟ لا، هي أعمق من كده بكتير. بص، ببساطة هي طريقة علمية ليها منهج، بتستخدم الجماعة نفسها كوسط عشان تساعد الأفراد اللي فيها. الفكرة كلها قايمة على قوة التفاعل البشري. يعني بدل ما أتعامل مع كل واحد لوحده، لا، أنا بجمعهم، والتفاعل اللي بيحصل بينهم ده هو اللي بيبقى المحرك الأساسي للنمو والحل المشاكل. الجماعة بتبقى زي مجتمع صغير بيتدربوا فيه. يعني كأن الأزمات الكبيرة هي اللي بتجبر المجتمعات تبتكر أدوات جديدة عشان تتعافى، اللي هو الحاجة أم الاختراع حتى في العلوم الاجتماعية. بالظبط، وده اللي المصادر بتأكده. الفكرة دي أصلاً ظهرت في الغرب، تحديداً إنجلترا وأمريكا، في أواعي القرن العشرين. كانت رد فعل على أزمات ضخمة جداً. يعني الثورة الصناعية عملت هزة في المجتمع، ناس سابت الريف وراحت المدن، ظهرت بطالة ومشاكل وقت الفراغ، وبعدها جت الحروب العالمية الأولى والتانية بمشاكلها كلها والهجرات. كل ده خلق احتياج لوجود كيانات تساعد الناس تتكيف وتبني حياتها من جديد. وهنا بقى ظهرت المؤسسات الأولى اللي اشتغلت بالفكرة دي. بتقدم أنشطة رياضية وثقافية، بس الهدف اللي أعمق كان مساعدة الشباب والمهاجرين إنهم يندمجوا ويبنوا روابط اجتماعية صحية. طيب وإزاي الفكرة دي وصلت مصر؟ هل لنفس الأسباب؟ المصادر بتوضح إن السياق في مصر كان مختلف شوية. الموضوع مر برحلة كاملة، بدأ الأول بفكرة فردية مع الرواد اللي سافروا درسوا بره ورجعوا بالأفكار دي، وبعدين الموضوع أخد شكل منظم أكتر مع ظهور حركات زي الكشافة المصرية سنة 1920 اللي كان هدفها إعداد الشباب. ومن مجرد حركة شبابية الموضوع بدأ ياخد شكل مهنة وعلم بقى. بالظبط، هي دي النقلة المهمة. في الثلاثينات الموضوع تطور وبقى أكاديمي، وتأسست أول مدرسة للخدمة الاجتماعية وجمعية أهلية للدراسات الاجتماعية. وفي النهاية في الأربعينات الدولة اعترفت بالمجال ده رسمياً وعملت له معهد حكومي، والرحلة دي كملت في السبعينات بإنشاء نقابة للمهن الاجتماعية. يعني الموضوع اتحول من فكرة مستوردة لمؤسسة ليها قواعدها في مصر. جميل، كده فهمنا الإطار التاريخي. خلينا ندخل في قلب الموضوع. المصادر بتشرح إن في عناصر أساسية للممارسة زي مكونات أي وصفة كده. إيه هي المكونات دي؟ هم 6 عناصر أساسية، وفي عنصر سابع مساعد. ال6 هم الأخصائي الاجتماعي، والجماعة نفسها، والعضو كفرد جوه الجماعة، والبرنامج اللي بيطبقوه، والمؤسسة اللي بتحتضنهم، والمجتمع المحلي اللي هم جزء منه. والعنصر السابع هو المشرف المهني اللي بيتابع الأخصائي. خلينا نمسك أول عنصر، الأخصائي الاجتماعي. المصادر بتعرفه كخريج تم إعداده نظرياً وعملياً، بس إيه اللي بيميز الإعداد ده؟ الإعداد ده مش مجرد دراسة في الجامعة وخلاص، هو مثلث متكامل. أول ضلع هو الاستعداد الشخصي، يعني الشخص ده لازم بطبعه يكون عنده سمات معينة زي إنه يتقبل الناس والصبر والقدرة على بناء الثقة. الضلع الثاني هو الإعداد النظري اللي هو الدراسة الأكاديمية. والضلع الثالث وده الأهم هو الإعداد العملي أو التدريب الميداني اللي بينزل فيه الطالب لأرض الواقع وبيتعامل مع حالات حقيقية تحت إشراف. أنا عايز أقف عند حتة الجماعية وتكوينها، لأن فيها تفصيلة لفتت نظري قوي في الشرح، وهي الفرق بين التجانس والتماثل. يعني الواحد بديهياً يفكر إنه عشان يعمل فريق ناجح لازم يجيب كل الناس اللي شبه بعض بالظبط عشان يتفقوا، لكن المصادر بتقول العكس تماماً. ليه التشابه المطلق ده خطر؟ سؤال ممتاز، ودي من أهم الأفكار في المجال كله.
التماثل معناه إن كل الأعضاء نسخة من بعض، وده قاتل لأي جماعة، لأنه بيؤدي للملل وبيمنع ظهور أي أفكار جديدة. مفيش تحدي، مفيش نمو. لكن التجانس معناه إن في قاعدة مشتركة من التشابه، زي السن أو الاهتمامات أو المشكلة اللي بيواجهوها، لكن مع وجود قدر صحي ومحسوب من الاختلاف. وهنا بيجي دور القانون اللي الشرح أشار له. بالظبط. في عالم اسمه فريتزل ريدل عمل قانون عبقري سماه قانون المسافة الأنسب. القانون ده بيقول محتاجين قدر من التجانس عشان نضمن بقاء الجماعة، وقدر من الاختلاف عشان نضمن حيويتها. المعادلة دي هي سر نجاح أي فريق. الاختلاف الصغير ده هو الشرارة اللي بتخلق النقاش والإبداع. طيب، وبالنسبة للعضو كفرد جوه المعادلة دي، إيه أكتر حاجة ممكن تهدد ديناميكية الجماعة من ناحية الأعضاء؟ النقطة دي خطيرة جدا. المصدر بيحذر من ظاهرة اسمها الشلل والعشيرات. دي بالظبط زي ما يكون عندك فريق عمل كبير، وفجأة تلاقي 2-3 صحاب قوي عملوا جروب واتساب لوحدهم وبدأوا ياخدوا قرارات أو يتكلموا في أسرار بينهم. اللي بيحصل إن الولاء بيتحول من هدف الجماعة الكبير للولاء اللي الدايرة الصغيرة دي. الثقة بتتكسر والمعلومات بتبقى حصرية، وده بيقتل روح الفريق كله وبيخلق جزر منعزلة. جميل. كده فهمنا المكونات الأساسية: الأخصائي، العضو، والجماعة. بس كل المكونات دي محتاجة وصفة أو خريطة طريق عشان توصل لهدفها. وهنا المصادر بتدخلنا في أكتر جزء عملي، وهو البرنامج. مظبوط. البرنامج مش مجرد أنشطة ترفيهية أو رحلات. البرنامج هو المحرك اللي بيحول النظريات دي لواقع ملموس. هو كل حاجة بتحصل جوه الجماعة، من أول النقاشات والأنشطة لحد طريقة حل الخلافات، والمصادر بتحط أسس واضحة عشان البرنامج ده ينجح. يعني مش أي نشاط وخلاص؟ لا طبعاً، في أسس لازم تتوافر. لازم البرنامج يكون مناسب ليهم. يعني ما ينفعش أعمل برنامج رياضي عنيف لناس كبار في السن مثلاً. لازم يبدأ بحاجات سهلة ومحببة ليهم عشان يكسر الحاجز النفسي، ولازم كمان يكون مرتبط بثقافة المجتمع وقيمه، وفي نفس الوقت يكون مرن وقابل للتعديل حسب ظروف الجماعة. والمؤسسات اللي بتقدم البرامج دي بتتقسم لنوعين حسب المصادر: أولية وثانوية. بالظبط. المؤسسات الأولية دي اتعملت مخصوص عشان خدمة الجماعة، زي مراكز الشباب أو دور رعاية الأحداث. دي وظيفتها الأساسية. أما المؤسسات الثانوية فخدمة الجماعة فيها بتكون خدمة إضافية مش أساسية، زي المدارس أو المستشفيات. المدرسة وظيفتها التعليم، بس ممكن الأخصائي الاجتماعي يعمل جماعة للطلاب اللي عندهم مشاكل في المذاكرة مثلاً. الشغل هنا بيكون مكمل للوظيفة الأساسية للمؤسسة. طيب، خلينا نتكلم عن رحلة الجماعة نفسها. المصادر بتشبهها برحلة حياة الإنسان، ليها بداية ونضوج ونهاية. إيه هي المراحل دي؟ التشبيه ده دقيق جداً. ممكن نلخصهم في 4 مراحل. أول مرحلة هي البدايات والتكوين. هنا الناس لسه أفراد، كل واحد جاي لوحده، مفيش روابط بينهم، وممكن يكون في قلق وترقب. دور الأخصائي هنا هو القائد والمحرك الأساسي. هو اللي بيحط الأهداف وبيعرفهم على بعض وبيطمنهم. وبعد ما التلج يبدأ يسيح، إيه اللي بيحصل؟ بندخل في المرحلة التانية، ودي اللي ممكن تبان غريبة شوية: مرحلة تكوين الجماعة، اللي المصدر بيسمي جزء منها مرحلة الفتور أو الصراع الخفي. ودي مفتاح النجاح. أي حد بيأسس فريق عمل بيخاف من المرحلة دي، اللي بيبدأ يظهر فيها اختلافات وممكن تحصل صراعات. لكن المصادر بتوضح إنها مرحلة صحية جداً. لو الجماعة ما اتخانقتش شوية في الأول وما وضحتش حدودها، عمرها ما هتوصل للنضوج الحقيقي. يعني دور الأخصائي هنا مش إنه يمنع الصراع. لا، دوره إنه يخليه صراع بناء، يساعدهم إزاي يختلفوا باحترام وإزاي يوصلوا لحل وسط. دوره هنا بيكون مفسر ومبصر، بيساعدهم يفهموا نفسهم ويفهموا اللي بيحصل بينهم. ولو عدوا المرحلة دي بسلام بيوصلوا للذروة. لها بنفسها، الثقة بتبقى عالية جدا، ودور الأخصائي هنا بيتغير تماما، بيتحول لمرشد وموجه، بياخد خطوة لورا وما بيتدخلش إلا للضرورة القصوى، وبيسيب الجماعة تعتمد على قوتها اللي بنتها. والمرحلة الأخيرة هي الإنهاء، ودي دايما بتكون لحظة صعبة. صعبة ومهمة. المصادر بتقسم النهاية لنوعين:
لو كانت نهاية ناجحة بعد تحقيق الأهداف، الأعضاء بيحسوا بمشاعر مختلطة، فرح بالنجاح وحزن على فراق الناس اللي ارتبطوا بيهم. وفي مصطلح جميل قوي بيوصف الحالة دي، هو sweet sorrow أو الحزن اللذيذ. أما لو كانت نهاية غير ناجحة فبتكون مليانة صراعات وتفكك، وهنا دور الأخصائي إنه يحلل أسباب الفشل ده عشان يتعلم منه. جميل جدا. كده النظريات بقت واضحة. خلينا نربط كل ده بمشكلة واقعية. المصادر خصصت جزء لتطبيق المبادئ دي على قضايا مجتمعية، ومنها قضية الهجرة غير الشرعية. إزاي المنهج ده بيتعامل معاها؟ الكتاب بيعرف الهجرة غير الشرعية كالعادة إنها انتقال من بلدك لبلد تانية بشكل غير قانوني، لكن الأهم هو تحليله للأسباب. مش بيشوفها مجرد سبب واحد، لأ، دي شبكة معقدة من العوامل. إيه هي أهم العوامل دي من وجهة نظر المصدر؟ بيقسمها لمجموعات عشان نفهمها. في طبعاً الأسباب الاقتصادية الواضحة زي البطالة والفقر وانخفاض الأجور، بس دي مش لوحدها. في أسباب اجتماعية زي ضعف الإحساس بالانتماء والرغبة في تحقيق مكانة اجتماعية أعلى بسرعة، والإحساس بعدم عدالة توزيع الفرص. يعني مش بس نقص الفلوس، ده كمان نقص الأمل. بالظبط. وهنا بتيجي الأسباب النفسية، الإحساس بالإحباط، الطموح الزايد اللي مش لاقي متنفس، والرغبة في الهروب من واقع شايفه مسدود. كل العوامل دي بتتفاعل مع بعض. يعني الفقر لوحده ممكن يحتمل، لكن الفقر مع الإحساس بالظلم والإحباط بيخلق دافع قوي جدا للمخاطرة. وهنا بيجي دور الأخصائي الاجتماعي. إزاي ممكن يواجه شبكة معقدة زي دي بأدوات خدمة الجماعة؟ هل دوره إنه يقنع الشباب ما يهاجروش وخلاص؟ لا، دوره أعمق من كده بكتير، وبيكون وقائي وتنموي. هو بيشتغل مع الشباب دول قبل ما ياخدوا القرار، بيجمعهم في جماعات، والجماعات دي بتبقى هي مساحة العمل. وإيه اللي بيحصل جوه الجماعات دي؟ بيشتغل على كذا محور. أولاً، بيشتغل على إعادة بناء الشعور بالانتماء للوطن والمجتمع، مش بالكلام والشعارات، لأ، من خلال أنشطة عملية تخليهم يحسوا بقيمتهم وجورهم. تانياً، بيساعدهم يكتشفوا مهاراتهم وقدراتهم الحقيقية، وإزاي ممكن يستثمروها هنا في بلدهم. تالتاً، بيعمل ندوات توعية بس بشكل مختلف، مش مجرد تخويف من مخاطر الهجرة، لكن بيجيب نماذج حقيقية لناس سافرت ورجعت أو ناس نجحت هنا. بيقدم الصورة كاملة، مش الصورة الوردية اللي بيشوفوها على السوشيال ميديا. وأخيراً، بيساعدهم بشكل عملي يستثمروا الفرص المتاحة، يربطهم بجهات تدريب، يساعدهم يعملوا دراسات جدوى لمشروعات صغيرة. دوره إنه يخلق بدائل حقيقية على الأرض. إذن لو حبينا نلخص رحلتنا النهاردة، إيه الخلاصة اللي ممكن نطلع بيها؟ بدأنا بتعريف خدمة الجماعة وتاريخها كفكرة اتولدت من رحم الأزمات، ودخلنا في تشريح مكوناتها، وانتهينا بتطبيق كل ده على مشكلة معقدة زي الهجرة غير الشرعية. أعتقد أهم خلاصة هي التوازن المدهش اللي المنهج ده بيعمله بين الفرد والجماعة. الهدف النهائي مش بس إني أحل مشكلة شخص واحد، لكن إني أستخدم قوة الجماعة نفسها عشان كل فرد فيها ينمو ويتطور. الجماعة هنا مش مجرد مكان بيتجمعوا فيه، لأ، الجماعة بتتحول هي نفسها لأداة علاج وتنمية، وده بيخلي التأثير أعمق وأكثر استدامة. وهنسيب المستمع مع فكرة أخيرة يتأمل فيها. طول الحلقة كنا بنتكلم عن الأخصائي الاجتماعي كشخص محترف، لكن لو فكرنا فيها، كل واحد فينا بيلعب الدور ده في حياته بشكل أو بآخر، في أسرته، في شغله، مع أصحابه. السؤال هو إزاي ممكن نستخدم المبادئ اللي اتكلمنا عنها النهاردة، زي قانون المسافة الأنسب اللي بيوازن بين التشابه والاختلاف، أو فكرة الصراع البناء في بداية تكوين أي فريق، أو حتى فكرة الحزن اللذيذ في إنهاء علاقة ناجحة. إزاي ممكن نستخدم المبادئ دي في حياتنا اليومية عشان نبني جماعات صغيرة صحية وفعالة حوالينا؟